متابعي الاعزاء، سلام الله عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير وفي اسعد حال. طبعا احنا دلوقتي في اجواء الشتاء بدأت علينا. كل عام وانتم بخير. ففي اكلات مرتبطه بالشتاء وبتبقى جميله تدفينا. فمنهم ان احنا هنعمل النهارده البليله باللبن. هنعملها بطريقه حلوه جميله هتعجبكم ان شاء الله. معايا طبعا السكر ده براحتنا، انا عامله كميه قليله، فواخده معايا نص كوبايه سكر كرملتها كده بالتقليب المستمر. بعد ما بدأت من الجوانب تبقى لونها بني بدأت طبعا اقلبها كده يعني لدرجه السيحان. اول ما تبدأ تسيح كده والسكر كله يبقى مفيش يتحلل يعني معايا وتبقى مكرمله كده وحلوه، انا هنزل عليها طبعا بشويه ميه بالشكل ده، تقريبا كوبايه من كوبايه العصير ميه، لاني لسه هحط لبن تاني. طبعا معروف ان هو بيبقى جامد شويه معانا الكراميل كده السكر، بس مع الغليان هيبدا يسيح، يبقى يعني يبقى سائل كده معايا بالشكل ده. دي كوبايه لبن، حط فيها معلقه شاي نشا مش كتير، انا عايزه يبقى السائل متربط ما يبقاش سميك. طبعا هيغلوا شويه معايا بالشكل ده، بحيث ان النشا يعني يستوي ويدوب طعمه معايا وياخد من طعم الكراميل كده ويبقى طعمه جميل. بالهنا والشفا. طبعا هما كده خدوا لهم كام غلوه. طبعا انا كنت عندي في قمح، اللي هو القمح بتاع بلادنا ده، كميه غسلتها كويس قوي ونقعتها بالشكل ده. لازم يتغسل كويس جدا لان بتبقى فيه طينه وبتبقى فيه حاجات مش كويسه لازم نتخلص منها. وسبته في الميه كده لمده 6 ساعات تقريبا، على اساس ان انا لما احطه على النار زي كده يبدا يستوي معايا، وتلاقي الحبايه كده اتقسمت نصين واستوت وبقى طعمها في المضغ يعني حلوه كده وطريه وجميله ومستويه. طبعا هنا انا طبعا بعد ما حطيتهم على النار بالشكل ده هبدأ اغطيهم واسيبهم يغلوا معايا. هي كده تقريبا شبه مستوية، بس هتاخد لها نص ساعة بالغليان كده هتستوي اكتر. وجيت طبعا نزلتهم على السكر المكرمل واللبن اللي فيه مذابة معلقة شاي فقط نشا، وطبعا ذرة فانيليا زي كده عشان تبقى ريحتها جميلة وتبقى مالية البيت كده ريحة ودفى وطعم. طبعا هما كده بدأوا يستووا معايا. احطهم على جنب وهبدأ اعمل لهم ايه بقى. ممكن لو عندك كنافة ممكن تحمصيها، ما عندكيش كنافة يبقى ممكن الشعرية. فانا كوباية شعرية مع قطعة من السمنة البلدي تبقى حلوة قوي مع السمنة البلدي على فكرة. وطبعا ده غير انها تبقى صحية. فالمهم انا كان عندي سمنة بلدي بس بقري، فطبعا نزلت بيهم كده حمصتهم كويس قوي. لازم تتحمص كويس جدا عشان الشعرية متبقاش معجنة، تبقى مفلفلة كده وحلو. وبحب طبعا انزل بحتة الملح الصغيرة، تقريبا نص معلقة شاي ملح سادة، على اساس ان كل التحميص ده يبقى لون واحد زي ما حضراتكم شايفين كده جميل وحلو. رجعت بالحلة على النار وبدأت انزل الشعرية زي ما شفتوا ان هي استوت وتحمصت وبقت جميلة. طبعا انا مش هسيبهم كده، لا لازم ياخدوا لهم غلوة لمدة 7 دقايق 10 دقايق كلهم يبقوا متربطين ببعض، والسائل والقوام يبقى جميل والشعرية تستوي وطبعا عندي البليلة اللي هي القمح تاخد من طعم اللبن وطعم الكراميل وكلهم يبقوا جمال جدا كده ويستووا. وطبعا انا بدأت اقدمها بالشكل ده. طبعا انا زودت لها يعني ممكن شوية لبن تاني لو انا حابة، لان هي بتبقى حلوة قوي بالصوص كده مع اللبن، وبقوا طبعا معايا بالشكل الجميل ده. طبعا احنا ممكن اي مكسرات عندنا نحطها هتزود القيمة الغذائية وهتبقى جميلة. انا كان عندي زبيب، كان عندي جوز هند، فانا فضلت اني احط معايا الزبيب مع جوز الهند بالشكل ده اللي حضراتكم هتشوفوه. هتبقى جميلة قوي وطعمة قوي بصراحة ومغذية جدا. طبعا وفي الشتاء بتدفي، ويعني بالنسبة للأطفال
كفاية ان الطفل ياخد له شوية الصبح كده، حتى ولو مش هياكل حبة القمح نفسها، لا ده ممكن يشرب الصوص اللي هو منقوع القمح مع اللبن. طبعا هيبقى مفيد جدا ومغذي جدا.